وكنصحوا الاخوان الزملاء الصحفيين الجزائريين انهم يديروا واحد شويه المجهود غير في البحث، شويه غير يقلبوا، راه كلشي متاح. القانون المنظم ديال مسابقات كاس الكونفدراليه الافريقيه كيقول اي فريق كيعتذر على خوض المباريات ديالو برسم ربع النهائي او نصف النهائي ديال لاكاف كيكون ملزم بدفع غرامه ماليه القيمه ديالها $50,000، اي تقريبا واحد 50 مليون سنتيم ديالنا. هذه الماده 8، سيروا قلبوا عليها، الماده 8 من الفصل 11 ديال القانون المؤطر الكاس ديال الكونفدراليه الافريقيه. ما غنهضروش غير كنتكلموا بالفصول والقوانين. كاينه ماده اخرى، الماده 10 من نفس الفصل كتقول لك اي فريق كيعلن الانسحاب ديالو من منافسه كاس الكاف من بعد الانطلاق ديالها، يعني في الكور ديال الكومبيتيسيون كتنسحب، يصبح معرضا لعقوبه الاستبعاد من جميع المسابقات الافريقيه الخاصه بالانديه لموسمين متتاليين. وهذه الحاله هذه اللي كتطبق على فريق اتحاد العاصمه، يعني غرامه ديال 50 مليون سنتيم والاستبعاد من جميع المنافسات القاريه الخاصه بالانديه، يعني لا شامبيونز ليغ ولا السوبر ليغ ولا لاكاف لمده ديال موسمين. هادشي اللي كيقول القانون. الماده 3 من فصل 11 كذلك، اتحاد العاصمه ملزم بدفع غرامه ماليه القيمه ديالها $15,000 لصالح الاتحاد الكروي ديال الفريق المنافس، يعني كنقصدوا جميع المالكين من كره القدم كتعويض لصالح فريق المضيف لانه اعتذر على خوض المباراه. العقوبات ماشي موجهه فريق اتحاد العاصمه فقط، في نفس هذا الشابيتر اللي كنتكلم عليه انا، الاتحاد الجزائري تو المفروض انه يتعاقب اذا طبق القانون يعني بحذافيره. الماده الثانيه من فصل 11 كتقول اي اتحاد كروي يتحمل العواقب الماليه واي احكام اخرى ناتجه عن انسحاب فريق ينضوي تحت لوائه، يعني الفيدراسيون ديال الجزائر خصها تتحمل العواقب الماليه، غرامات او اي احكام اخرى قد تكون صادره مستقبلا على لجنه الانديه او لجنه الاستئناف. هي كاين هنايا كتقول او اي احكام اخرى صادره على لجنه الانديه التابعه للكاف او لجنه الانضباط او مختلف اللجان الاخرى. يعني حتى الاتحاد الجزائري متورط في المساله هذه.